على صراخ كتير في الحيطة وتراب بينزل وصوت رجع في العمارة، فاخدت اخواتي الاتنين وجريت بيهم على بره، وانا طالعه بيهم بره خبطت على ماما جامد وعلى اخويا عنده 12 سنه، خبطت عليهم وقلت لهم اطلعوا بسرعه البيت بيوقع، وعشان كان في طوب كتير بينزل من السقف حطيت اخواتي الاتنين تحت الكنبه وجريت على ماما عشان اقول لها يلا. هي كانوا لسه صاحيين من النوم مش حاسين بحاجه، فواقفين مصدومين مش عارفين يعملوا ايه، وانا لسه بخطي خطوه ناحيتهم لقيتهم وقعوا كلهم. يعني انت الشقه كام اوضه؟ انت كنت في اوضه؟ انا الشقه 3 اوض، انا كنت في الاوضه بتاعتي، ولما طلعت بره حطيت العيال جنب باب الشقه، هو الجزء ده ما وقعش، هو الجزء اللي هم فيه. اخواتك الصغيرين قدام باب الشقه؟ انا واخواتي الاثنين بنتين حطيتهم في الكنبه اللي جنب باب الشقه عشان كان في صخر كتير بيوقع من فوق. بعد كده بلف عشان اساعد ماما واخويا وابوها، انا ما عرفتش، ما لحقتش اساعدهم. لقيتهم بابا موجود معاكي؟ بابا برضه موجود مع ماما بابا واخويا وماما. اوكي، اسمه ايه؟ عبد الله. يعني بابا وماما وعبد الله دول نزلوا في الشطر الجنب اللي هو دول لقيت الاوض بالصاله بالحمام وقعوا بيهم، هما كانوا واقفين بيبصوا لي وانا ما عرفتش اعمل حاجه. اخدت اخواتي البنات ونزلنا من الباب اللي ورا في العماره من تحت، في باب ورا نزلنا منه بالعافيه تقريبا. انت اتصلتي بتيتا الصبح؟ انا اتصلت بتيتا وانا على السلم قلت لها يا تيتا العماره بتقع الحقيني. هي كانت في حته اسمها العمريه فجت على طول، فوصلت بعديها بساعتين او ساعتين الا. ده كل اللي حصل.